السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا حبايب قلبي، وحطوا له اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده حبايبي هنعمل فطاير طرية كده للفطار عشان المدارس يا حبايب قلبي، او الموظفين، او انت في البيت بتبقى حلوة يعني، بدل ما تعملي سندوتشات تحطها للعيال وكده. هنعمل النهارده بطريقة سهلة وبسيطة يا حبايب قلبي. هنعمل بقى كيلو دقيق اهوت، وهنا عندنا كوباية مية، نص كوباية زيت على سمنة، بس انا مش هحط كل دي، انا هحط نصها بس. كوباية لبن، مفيش عندك لبن نحط الزبادي، وكوباية مية. المية ما تحطهاش الا لما تبقي تحط يعني المية ده حسب ايه مكان اللبن. اهو يعني كوباية، نص كوباية زيت، كوباية حليب، علبة زبادي، معلقة سكر، نص معلقة ملح، فانيليا، بيكنج باودر، خميرة، ومعلقة خل. في الملح وفي السكر. هنحط بقى ايه، بحب احط الفانيليا في اي معجنات كده يا حبايبي، صراحة كده بحب ريحتها. ودي ايه الخميرة، معلقة كبيرة خميرة. ممكن بودر هنحطه مع الدقيق. هنا بقى يا حبايبي هنحط إيه الزيت، حاطة معلقة سمنة واحدة، وكوباية حليب، نحط عليها كوباية مية دافية يا حبايب قلبي، مش مية ساقعة، مية دافية عشان الجو عالبارد. وهنا علبة زبادي، لو مش عندك حليب حطي مية وحطي زبادي انا عندي اللبن، قلت بقى ايه احط كوباية حليب احسن. ندوب بقى كل المكونات بتاعتي. وعاملة المية دافية عشان الخميرة. هنا احط معلقة خل، معلقة بيكنج باودر، نقلب البيكنج باودر حلو عشان ايه ما بيكون بيتراكم في حتة واحدة وتيجي تاكليها بتبقى مرة. خلي بالكم من البيكنج باودر، لازم نقلبه حلو، عشان كده احنا بنقلبه في الدقيق عشان ما يكلكعش كده. مش هحط الدقيق كله عشان لو العجينة احتاجت مننا دقيق نبقى يبقى معانا دقيق. كده العجينة بتاعتنا خمرتها اهي، بس ما خمرتش قوي يعني، هي اترفعت بس كده عشان هي لسه هتخمر تاني.
نجيب الصينية اللي هنقرص عليها وادينا ايه، ادينا معلقة زبدة. كده يا حبايب قلبي قطعنا بقى العيش بتاعنا اهو، القرص بتاعتنا اهي، لان انا عاملاها كبيره كده، لان انا هعملها ايه بطريقه تانية مش زي القرص العاديه يعني. هسيبها بس تستريح بس 5 دقايق بعد ما قطعتها. على بس 5 دقايق عشان ما اجي افردها تتفرد معايا بكل سهوله. كده العجينه بتاعتنا استريحت اهي. مش هنرققها قوي عشان تعرفين ان هي تبقى قرص كده يعني، ما تترققش قوي. يا حبايب قلبي عملنا التشكيله كلها كده، هنسيبها بقى لغايه ما تخمر ونغطي عليها. كده يا حبايبي القرص بتاعتنا خمرت اهيت. جبت شويه لبن على معلقه سكر على نطره قهوه سريعه الذوبان، وهنعملهم بقى ندهن الفطاير بتاعتنا كده. ممكن تعملها بشويه لبن وخلاص، في ناس بيحطوا بيض برضو، بس انا بحب الفطاير تكون بكده خلاص، عشان الزفاره مهما تحط لها فانيليا بتحس ان هي ريحتها زفره برضو. بالراحه كده عشان الخمر ما يهبطش. نحط سمسم، وهنا حبة البركة. عندك شمر بقى حطي جبنة موتزاريلا اللي انت عايزاه بقى، شكلي في فطايرك هتلاقيها تبقى حلوة معاك. كده يا حبايب قلبي نكون بقى مولعين الفرن على اعلى درجة. هنحط الصينية بتاعتنا بقى في قلب الفرن. كده يا حبايب قلبي الفطاير بتاعتنا خلصت اهيت. كده يا حبايب قلبي الفطاير بتاعتنا هي الجميلة بسم الله ما شاء الله اهي. ديت يا حبايب قلبي انا عملتها بالجبنة اهيت، والتانية عملتها سادة. شايفين يا حبايب قلبي الفطاير جميلة بسم الله ما شاء الله. ودي كان الروتين بتاعنا النهاردة. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.